النقطة اللي بعد كده وهي الصفر المعماري. الصفر المعماري دائما بيكون هو منسوب الرصيف في منتصف المبنى، منسوب الرصيف وليس منسوب الأسفلت أو البيارة. في قطع الأراضي أثناء التنفيذ ما لقيتش أسفلت موجود، في الحالة دي أعمل إيه؟ أول حاجة تعملها إنك تدور على أقرب شركة موجودة بتنفذ شبكات الصرف أو بتنفذ الطرق، وتتأكد منهم على منسوب الأسفلت قدام عمارتك كام، وبناء عليه هنرفع 20 سم من الأسفلت في منتصف العمارة، وهيبقى ده هو نقطة الصفر المعماري الخاصة بالعمارة بتاعتنا. عندي حالتين لقطع الأراضي بيختلف فيها الصفر المعماري. الحالة الأولانية لو أنا عمارتي موجودة على واجهة واحدة فقط لا غير، بيكون الصفر المعماري فيها هو منتصف الرصيف للعمارة. طيب بخصوص قطع الأراضي اللي هي جاية ناصية، هو منسوب الرصيف في الناصية، هو ده الصفر المعماري بتاعنا فيها.